شفت جمهور الزمالك اللي بيبرر ضربة جزاء النادي الاهلي اللي ما اتحسبتش في ماتش البنك الاهلي بيقول ايه؟ ما شفتش؟ تعالى اقول لك. صباح الخير عليك. لو لسه ما تابعتنيش اعمل لي المتابعه. تعالى اقول لك بقى ايه اللي حصل. انا عملت فيديو بعد الماتش شفت فيه الدليل ان تقنيه الفار كانت عطلانه ساعه ضربه الجزاء، وقلت ان الموضوع ملوش اي علاقه بالفريق الثاني لان الفريق الثاني كمان هو اتغلب. قلت ان دي كارثه كوره مصريه، كارثه في التحكيم المصري اكتر ما هو موقوس اساسا. فطلع علينا جمهور نادي الزمالك بدل ما يبرر خيبته ان هو اتغلب هو كمان جاي بيعلق على قرار ضربه الجزاء وعايز يوهمك ان هي اصلا مش ضربه جزاء وان هي اتحسبت تسلل، وبدا يردد من وراهم اطفال الانترنت والمحسوبين من جماهير النادي الاهلي. تعالى بقى معايا انا اوريك القصه كلها كامله والناس ديت بتقول كده ليه وجايبين الكلام بتاعهم دوت منين. اولا كده وعشان ما نطولش شوف الصوره دي. الصوره دي اللي بيتنقلها الزملكاويه وبدا ياخدها منهم اطفال الانترنت من المحسوبين على جمهور النادي الاهلي، وبداوا يقول لك ان الكره دي كانت تسلل. شايف الخطوط المرسومه ديت؟ سيبك بقى اصلا من ان الصوره ديت اصلا معموله غلط، وشوف الكوره ملعوبه والخطوط اتعملت امتى؟ بقى لما اتلعبت بفدان. تعالى بقى انا اقول لك قصه الصوره دي هما جابوها منين. اولا كده الماتش كله ما اترسمش فيه خطوط للتسلل. ثانيا مفيش كوره اتلعبت تسلل، الكوره اتلعبت ضربه مرمى. طبعا انا هوريك الجزء اللي اتلعب فيه الكوره بعد ما الحكم قال ان هي ايده جنبه. شوف الحكم وهو بص الحكم بيقول لهم ايه؟ ايده جنبه. ده اول حاجه ان الحكم شافها ان ايده جنبه، مع ان هو طلع ايده وباينه جدا ان هي كبرت محيط جسمه. موضوع واضح مفهوش اي جدال ولا اي هبد من اللي الناس بتهبط فيه ده. دي اول حاجه. وبعدين قال لهم هسمع الفار. بعد الماتش ماشي حصل تغييرين وقعدنا نستنى الخطوط اللي هيرسمها الفار ولا ان هي تسلل. ما حصلش اي حاجه، حسب ضربه مرمى. وبعد التغييرين اتلعبت ضربه مرمى ولا اتلعب تسلل ولا اتلعب اي حاجه من الهبد اللي بيقولوه ده. طب حد يقول لي ايه قصه الصوره والخطوط المرسومه دي؟ ما تبقاش برم زيهم وتقول لي فوتوشوب. لا ده مش فوتوشوب، دليل الكلام اللي انا بقوله لك دوت هو مش الفيديو بتاع الماتش بس. اشوف جهاد جريشه قال اللعبه الاهم في المباراه في الدقيقه 77 بنتكلم على ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي. الحكم مش مقتنع ان في ركله جزاء، بيقول لي ايد جنب الجسم. هنشوفها برده مع بعض ونشوف في تسلل ولا لا. هنشوفها مع بعض. لحظه اللعب حسين الشحات للكره كانت الايد موجوده في وضع طبيعي، اتحركت الايد وخدت مساحه وكبرت الجسم، واتحركت الايد بالمنظر ده كبرت الجسم وخدت مساحه، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي. طب في شك في تسلل قبل ركله الجزاء؟ هنشوف اللعبه مع بعض. حسين الشحات احتماليه التسلل قبل ركله الجزاء وازاي تدار اللقطه بالمنظر ده من حكم الفي ار لما نتكلم فيها. هنرجع بس خطوه نشوف التسلل من عدمه، لان الشك بالنسبه لنا مش يقين. احنا شاكين ان في تسلل بس الحكم والحكم الفار مش مقتنعين بركله الجزاء. نرجع تاني اللقطه دي، بنتكلم على التسلل. هنرجع تاني للقطه دي. التسلل بالمنظر ده مش واضح بالنسبه لنا في تسلل او لا. في لقطات بتبقى خادعه ما تظهرش التسلل من عدمه الا برسم الخطوط. يعني لما ارسم الخطوط واطلع يقينا ان في تسلل نتكلم على تسلل، لكن بالمنظر ده في ممكن اللاعب مغطي من نص الملعب او من اللعيبه اللي موجوده في البنك الاهلي، ما اقدرش اجزم من مكاني او من الصوره اللي جات لي ان في تسلل من عدمه. اللي كان يحصل في الكره دي طبعا دي ركله جزاء لا تقبل الشك، الايد مكبره الجسم خارج الجسم، وبنتكلم على ركله جزاء صحيحه لم تحتسب. طيب اللعبه دي تدار ازاي من حكم الفار وحكم الساحه؟ اللعبه دي لازم حكم الفي ار يقول للحكم الساحه انا عندي احتماليه ركله جزاء. طب لو عندك تسلل قبل اللعبه بجيب الحكم برضه بقول له عندي احتماليه ركله جزاء واوري له لقطه في ركله جزاء موجوده معانا. طب تعالى نراجع في احتماليه تسلل وبرسم الخطوط على التسلل. ان كان في تسلل الناس كلها تقتنع والصوره تطلع واضحه وبقنع الناس كلها بالتسلل. الخطوط ما اترسمتش، ما اقدرش اجزم بالصوره المجرده من غير خطوط ان في تسلل من عدمه. كان لازم يترسم خطوط لو الكره اتحسبت تسلل. هو اصلا كمان عارف ان مفيش خطوط اترسمت. طبعا كل الكلام اللي انا بقوله لك ده حصل بعد الماتش على طول، محدش كان يعرف ان في فار، لا عطلان ولا حد اكتشف اساسا الموضوع ده خالص. ده رأي جهاد جريشة وقال ان في ضربة جزاء صحيحة لو الكورة ما اتحسبتش تسلل، وعرفنا ان الكورة ما اتحسبتش اساسا تسلل. وهو قال كده لان في حاجة هو مش فاهمها بعد الماتش. ما قدرش لا يتواصل مع حد ولا بتاع، انه طلع عمل الموضوع ده بعد الماتش على طول، فما لحقش ان هو يستفسر عن الكورة دي ولا ايه اللي حصل فيها ولا اتحسبت ايه اساسا.
لكن احنا جبنا الماتش والحته ديت اتحسبت ضربه مرمى. تاني حاجة نيجي للصورة اللي هم جايبينها وبيقول لك دي محسوبة تسلل مع إنها محسوبة ضربة مرمى، بس هم بيهبدوا في أي حاجة ومعهم أطفال الإنترنت قلنا اللي هم محسوبين على الجمهور النادي الأهلي. تعالى أنا أقول لك الصورة ديت هم جايبينها منين؟ لا مش فوتوشوب، الصورة دي هم جايبينها من قناة أون تايم سبورت. يعني هيجيبوها منين؟ دي في الفقرة بتاعت الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، واللي طلع بعد الماتش عشان يحلل على التحكيم وعلى الكور الجدليه اللي حصلت في الماتش، منهم الكوره دي، وهو شكر الناس في الاستوديو اللي عملت الخطوط دي. طيب الحكم النهارده بيقول لهم جوه دي ايده مش عارف، لكن الاساس ان حسين الشحات اللي استلم كان متسللا لحظه لعب الكره. فعشان كده حكم الفيديو زي ما انت شايف انا اهو، يعني التقنيه عندنا برضو في الكنترول ناس يعني محترفه الحمد لله محترفه. عادي الموضوع ممكن يعدي على اي حاجه. طبعا زي ما انت شفت في الفيديو الخطوط دي اتحطت بعد ما الكوره اتلعبت بفدان. اصلا من الاول الصوره دي غلط والخطوط اصلا مايله مش محطوطه مظبوط. زي ما قلنا قبل كده ان الكادر اللي بيجي من الكاميرا مختلف عن الموجود في الملعب. انا علشان اجي احط الخطوط ليها طريقه بتتحط فيها، مش انا اجيب اي خطوط واجي حاططها هتيجي مايله زي ما احنا شفنا كده. دي اول حاجه. تاني حاجه الناس حطت الخطوط بعد ما الكوره اتلعبت بفدان. اديني كشفت لك الحقيقه الفار كان عطلان، وكشفت لك الصور اللي هم منزلينها وبيقول لك الكوره دي كانت تسلل على حسين الشحات واتلعبت تسلل، وهي لا اتلعبت تسلل ولا بتنجان. الكوره المصريه هي اللي بتنهار، التحكيم المصري هو اللي بينهار. الناس بتبص اهلي وزمالك. انا كنت هطلع اعمل فيديو ولا حاجه بس لقيت الناس بتهبط، وقلت ننور الناس بالحقيقه كالعاده بالادله والبراهين. وبوجه رسالة للناس البرم اللي بتقعد تشير وخلاص وهي مش فاهمة أي حاجة. بعد إذنك إن أنت بتوصل للناس معلومات غلط. الله يبارك لك لو أنت مش عارف الحاجة دي أنت جايبها منين وأصلها إيه، بلاش تشير. ما تفهمش هم عايزين يثبتوا بأي طريقة من الطرق إن الأهلي ما كانش. يا عم أنت مالك ومال الأهلي؟ أنت فكك من الأهلي، ما أنت مغلوب. ما تشوف خيبتك أنت شوف خيبتك. معاك مدرب، والله المدرب بتاعكو كويس جدا، المدرب بتاعكو كويس جدا. لو فكيتك من النادي الاهلي ووقفت جنب المدرب بتاعك هتبقى فريق عليه القيمه، بدل ما انت مضحكنا جوه وبره. فيعني خليك واقف مع فريقك، مالكش دعوه بالاهلي وتقعد تبرر علشان توصل للناس ان الاهلي اتغلب فعلا وما كانش ليه حق ان هو يكسب من غير ما انت تبرر. الاهلاويه نفسهم قالوا الاهلي يستاهل الخساره، المدرب بتاع الاهلي نفسه قال احنا نستاهل الخساره، ما كناش نستاهل ان احنا نكسب. احنا قلنا ان الماتش ده الاهلي ما يستحقش ان هو يكسب، دي ضربة جزاء لكن ما كانش يستحق ان هو يكسب. فما تقعدش تحاول ان انت وتقعد تجادل وتجيب صور وتعمل، عشان الحاجات دي كلها هنعرف مصدرها ايه. فما تحاولش. اشوفكم الفيديو اللي جاي.